ديننا دين توازن، دين اعتدال في كل شيء. وكأن هناك كما يقول الشاطبي رحمه الله هناك طريق في الوسط، الصراط المستقيم، صراط معتدل. إذا مالوا الناس للدنيا زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعادهم، إذا مالوا للدين بتنطع وتشدد أعادهم النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الثلاثة: أما أن يخشاكم لله، فيعيدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم. الفهم الصحيح، انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مقولته الشهيرة التي يعرفها الناس كلهم أو أغلب الناس يعرفونها: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهم دقيق لدين الله. وذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. دائما كل شيء وظف للدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا التوازن الذي أراده الله سبحانه وتعالى.